ازيكم يا حلوين، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، واهلا بيكم في قناتي فان فود مع مورا. النهاردة هنعمل كيك البرتقال، من اشهر الكيكات، وازاي تطلع معاكي هشة كده ومسامية جدا، واللون بتاعها فاتح وبتدوب في البق دوبان. في الفيديو ده هقولك كل التفاصيل والتركات اللي تخلي الكيك معاكي تطلع بالشكل ده، وكمان هقولك كل المشاكل اللي ممكن تواجهك اذا كان اللون بيطلع غامق او بتطلع مش مستوية من جوه. تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي ازاي تعملي صينية كيك تتاكل اول ما تطلع من الفرن وما يتبقاش منها ولا حتة. تعالوا بقى نشوف المقادير. اول حاجة معايا في بولة 3 بيضات. وزن البيضة هيكون 60 جرام، وزن الثلاث بيضات 180 جرام. انا هسيب لكم في صندوق الوصف المقادير بالكوباية وبالميزان، ولو اني بفضل الميزان اكتر نقدر نعمل اللي احنا بنعمله ده في الخلاط. وكمان معانا 230 جرام من السكر، يعني حوالي كوباية وربع. الكوباية اللي انا استخدمتها هي كوباية العادية خالص، مج الشاي العادي اللي هو سعة السوائل بتاعته 200 ملي. 200 ملي سوائل مش 200 ملي مواد جافة، خلينا ناخد بالنا. وهبتدي اضرب السكر مع البيض بالشكل ده. اهم حاجة هنا في الخطوة دي ان البيض يكون في درجة حرارة الغرفة، ما يكونش البيض ساقع من التلاجة، لان ده بيفرق معاكي جدا في الوصفة. بنبتدي نضرب البيض كده بالشكل ده مع بعض لغاية لما اللون يفتح زي ما احنا شايفين كده. تقدري تعملي اللي انا بقولك عليه ده كله في الخلاط. اهم حاجة ان هو يدينا لون فاتح بالشكل ده. بعد ما دوبنا السكر والبيض كده مع بعض، هنبتدي نضيف 150 ملي من الزيت، ويفضل زيت عباد او زيت ذرة، زيت ما يكونش ليه اي ريحة، يعني حوالي 3/4 كوباية. وهنضرب كده ضربة خفيفة، نخلط الزيت مع البيض والسكر. زي ما احنا شايفين كده القوام بيتقل معانا. الموضوع كله مش هياخد منك دقايق ابدا، لكن النتيجة هتكون هايلة جدا. اتبعي بس المقادير وشوفي الفيديو للاخر علشان توصلي لنتيجة الكيك الهايلة دي. بعد كده بيكون معايا 250 ملي من عصير البرتقال، حوالي كوباية ونص من عصير البرتقال. انا بعصر البرتقال وبصفيه وباخد منه 250 ملي. وبيكون معانا معلقة كبيرة من بشر البرتقال. انا باخد بس البشر اللي هو اللون الاصفر، مش باخد ابدا الابيض عشان ما يمررش معايا في الكيك او يدي طعم مش لطيف. بنبشر بس البرتقانة كده، بتكون مغسولة كويس ومتنشفة، وبنبشرها على مبشرة وناخد البشر بس اللي هو اللون اللي هو الاورنج ده. وبضيف كيس من الفانيليا وبخلط كل ده كده مع بعض، وكده خلاص المكونات بتاعتنا كلها امتزجت وبقت تمام. لغاية هنا الخطوة دي ممكن نعملها بويسك عادي، بمضرب عادي، او في الخلاط، او بالمضرب الكهرباء زي ما احنا شفنا كده. هنا بضيف مكون ده مش اساسي ابدا، بضيف لون جل كده اصفر، نقطتين من لون الجل الاصفر، عشان بس يعني لون جل غذائي، عشان بس يعني اللون يبقى قوي يعني، لكن ده مش اساسي في الوصفة، ممكن ما تضيفيهاش خالص. بعد كده عندنا 280 جرام من الدقيق، حوالي كوبايتين ونص، والكوباية هي اللي انا بعاير بيها. والمكون الاساسي معايا هنا هو الكاسترد البودر. هناخد منه معلقتين كبار من الكاسترد زي ما انتم شايفين كده. ده هيدي كمان لون حلو قوي، لان الكاسترد بيبقى لونه اصفر، فهيخلي كمان لون الكيك لونه اصفر حلو، وفي نفس الوقت هيدي هشاشة حلوة جدا للكيك. وانا بستخدم بيكنج باودر كيك شيف في الكيكات، ده بيديني لون فاتح ومش بتبقى الكيك فيها اي نقط ولا اي مشاكل، وبيدي هشاشة حلوة جدا. هناخد منه معلقة كبيرة من الكيك شيف، معلقة كبيرة كده هرمية مليانة، وهنبتدي ننخلهم على الدقيق. الدقيق طبعا بنكون نخلينه اكتر من مرة، يعني من مرتين ل3. ده بيفضل دايما في الكيكات علشان ندخل الهواء في الكيك، يكون الدقيق مدخول اكتر من مرة. وبقلبهم مع بعض، بحط بس كده ذرة بسيطة كده من الملح او رشة بسيطة من الملح، وبقلب البيكنج باودر والكاسترد والدقيق مع بعض.
ممكن طبعا لو مفيش كاسترد ممكن نستبدلهم بمعلقتين من نشا الذرة العادي. وببتدي اجيب الخليط اللي انا خلطته واضيف الدقيق عليه. انا هضيفه على جزئين وهبتدي اقلب كده بالشكل ده. يفضل بمضرب يدوي زي كده علشان ما يكونش فيه اي تكتلات للدقيق ويتخلط الخليط كويس. بمنتهى البساطة كده بهدوء ببتدي اخلط الدقيق والخليط مع بعض. في مكون كمان مميز جدا لسه هنضيفه، وده كمان بيدي هشاشة للكيك حلوة جدا وبيديها طراوة. هو ان احنا نضيف على الخليط ده، الخليط السائل ده، نضيف عليه معلقة كبيرة من الخل. بس كده، مش محتاجين اكتر من كده. هي معلقة واحدة كبيرة من الخل نبتدي نضيفها ونبتدي نقلب كده بالشكل ده. نقدر نضيفها طبعا قبل ما نضيف الدقيق او في النص كده زي ما ضفت، مفيش مشكلة. وهنبتدي نضيف الجزء الباقي من الدقيق ونقلب لغاية لما الدقيق يختفي تماما ويمتزج مع باقي المكونات. موضوع سهل جدا وبسيط ومش هياخد مننا اي وقت خالص. طبعا لازم نكون مسخنين الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق، وتكون درجة حرارة الفرن 170. مش عايزاها تكون اعلى من كده. شايفين كده؟ خلاص احنا وصلنا كده للقوام اللي احنا محتاجينه المظبوط. معايا صينية ألومنيوم مقاس 26، ابطنها بقى بمادة دهنية ودقيق زي ما احنا شايفين كده. انا هنا حطيت سمنة ودقيق، ده بيديني نتيجة احلى وبيطلع الكيك معايا هايل جدا. ممكن زبدة ندهنها بزبدة خفيف ودقيق، وممكن زيت برضو ودقيق، مفيش مشكلة. احسن حاجة في تسوية الكيك هي الصواني الالومنيوم، سواء صينية مدورة او صينية مستطيلة او مربعة، مش هي دي المشكلة، لكن حجم الصينية بيفرق معاكي. لو انتي مستخدمة المقدار المظبوط ممكن تطلع يعني المقدار المظبوط في صينية مظبوط. يعني انا هنا بالنسبة لي الارتفاع كان مناسب ان الصينية الكيك يبقى 3/4 الصينية زي ما احنا شايفين كده. ببتدي اديها خبطتين على الرخامة. لو حجم العجينة قليل في الصينية ده هيطلع الكيك معاكي السمك بتاعه او ارتفاعه قليل والتسوية بتاعته مش مظبوطة. فدايما تخلي بالك ان حجم الخليط يكون مناسب للصينية اللي احنا حاطينها. بالشكل ده كده شايفين في فقاعات خفيفة هنا كده على الوش، احنا شايفينها بعينينا زي ما احنا شايفين كده. انا بدخلها هنا، هقول لكم دي بنعمل فيها ايه. بنبتدي بعود من الستيك كده او الخله، بنبتدي نمشيها كده فيها بشويش كده علشان مش عايزين اي فراغات في الكيك، والكيك تطلع معانا ناعمه ومساميه من جوه. بندخلها فرن درجه حراره 170، ما بنفتحش عليها كل شويه، على الاقل اول 25 دقيقه او 30 دقيقه ما نفتحش الفرن. بنخلي الكيك تستوي براحتها. مش عايزين النار عاليه فالوش يتحرق وتبتدي تبقى طريه من جوه، دي مشكله ان النار بتكون عاليه. مش عايزين تيار هوا يكون اول ما نخرج الكيك تخرج مننا في تيار هوا، فبالتالي الكيك تهبط مننا. لازم نتأكد ان الكيك استوت كويس جدا قبل ما نطرحها الفرن. بنتأكد ازاي من تسوية الكيك؟ انا بعد ما بتاخد معايا كده بحس ان الوش تماسك وبتاخد معايا اللون الحلو ده وبتتحمر بشكل شايفين ما فيهاش اي تشققات، ما فيهاش اي حاجة ابدا. الوش طالع متحمر، كمان الصينية من الجوانب متحمرة كويس جدا، اخدت وقتها، درجة حرارة مظبوطة. ان احنا بنجيب عود من الخلة او سكينة نضيفة ونبتدي نحطها في قلب الكيك زي ما احنا شايفين كده. بسكينة نضيفة نبتدي نحطها في قلب الكيك. لو السكينة طلعت معانا نضيفة تماما ما فيهاش اي بواقي للعجين او الكيك، يبقى احنا كده تمام، الكيك معانا ممتازة واستوت. بتاخد معانا 35 دقيقة 40 دقيقة، ده بيكون حسب الفرن بتاعك. لو لقيتي درجة الحرارة 170 دي بالنسبة لفرنك هي عالية، فممكن تقلليها شوية ل 160. لو 170 دي لان بيختلف من فرن للتاني حسب نوع فرنك. اهم حاجة انتي بتكوني ملاحظة الكيك، وطبعا بتكوني عملتي مرة واتنين وتلاتة وتأكدتي ان دي التسوية المظبوطة. ممكن تكوني عاملة مقاديرك كويس جدا لكن تيجي عند التسوية كل حاجة تبوظ. فنقطة التسوية دي مهمة قوي. بلاش نفتح على الكيك كتير لان احنا بندخل هواء بارد للفرن، ده بيأثر على تسوية الكيك. انا هنا ما احتجتش ان انا يكون في تشغيل شوايه او اي حاجه. لو احتجتي انت ممكن تشغلي الشوايه لو لقيتي الوش لسه ما اتحمرش. لو حسيتي ان الكيك استوى، الوش اتحمر جامد ومن جوه هي لسه طريه، ممكن تغطي
الصينية بورق فويل او اي حاجة عشان تحافظي على الوش زي ما هو، وبتبتدي تكملي التسوية بتاعتها. بنسيبها تبرد تماما، مش بنقطعها وهي سخنة ابدا، بنسيب الكيك يبرد تماما، وزي ما انتوا شايفين بتطلع معانا من اللون الحلو ده. عايزة اقول لكم ريحتها حرفيا كانت جميلة جدا، طعمها هايل قوي. كيك برتقال من بتاع زمان. الطعم الحلو اللطيف، بتستمتعي جدا وانت بتاكليه مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن. زي ما انتم شايفين مفيش اي لون غامق. الكاسترد اللي ضفناه والنقطتين اللون البسيطة، ودول ممكن تستغني عنهم خالص، لان البرتقال برضو قام بالواجب بلونه الحلو. قد ايه هشة طرية. شايفين مفيش فراغات كتير فيها، مسمية جدا، اسفنجية قوي زي ما احنا شايفين كده. الكيك مستوية من فوق ومن تحت نفس التسوية بالظبط. نخلي بالنا جدا من نقطة التسوية، نخلي بالنا من ان درجة حرارة البيت تكون بدرجة حرارة الغرفة، نخلي بالنا واحنا بنخلط المكونات. كل الحاجات دي نخلي بالنا منها. التسوية في الصواني الألمونيوم من أروع الحاجات اللي ممكن تسوي فيها الكيك. بيوزع درجة الحرارة بشكل مناسب، فبالتالي بيسوي معاكي التسوية صح. شايفين قد ايه سهلة وبسيطة ولذيذة. جربوا المقادير ديت على ضمانتي. هسيب لكم المقادير تحت الفيديو بالكوباية وبالميزان، وافضل انكم تعملوها بالميزان. ولو هتعمليها بالكوباية، معيار الكوباية 200 ملي سوائل، اللي هي كوباية مج الشاي اللي هو العادي. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. انا متأكدة ان هي حرفيا هتعجبكم، هتكتبوا لي في التعليقات ان دي انجح وصفة كيك بجد جربتوها. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.